السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الميزان بتاريخ 22/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الميزان. على الصعيد العام، الميزان دلوقتي حاسس انه في تغيرات جوهرية بتحصل، مش مجرد احداث سطحية. احساس بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل افضل من اي وقت فات، بتديك ثقة اكبر وبتخليك تشوف حياتك من منظور اهدى واكثر وعي، وكل خطوة صغيرة بتقربك من التوازن الداخلي اللي بتدور عليه. كمان يا ميزان، في ناس حواليك هتظهر لك حقيقتها بشكل واضح الفترة دي، مين اللي بيدعمك فعلا ومين اللي كلامه بس، وده هيساعدك تاخد قرارات أكتر حزم وانت هادي، ومش هتضطر تصرف طاقة في علاقات مش هتفيدك. وكمان هتعرف تركز على الناس اللي بتستحق وقتك واهتمامك بالفعل مش بالكلام. الفترة دي يا ميزان، التقييم الذاتي ده مهم جدا، خصوصا لو في قرار مؤجل. مش خوف لكن حكمة، كل خطوة محسوبة دلوقتي هتخلي المستقبل أهدى وأسهل، وانت بدأت تدرك ان الصبر والتأني في اتخاذ القرارات أهم من الاندفاع، وده بيخليك قادر تتعامل مع أي موقف بدون توتر أو ضغط إضافي. الميزان دلوقتي محتاج يوازن بين رغباته وواقع الحياة. الفترة دي فيها اختبارات صغيرة لكن مهمة، هتخليك تعرف قيمتك وتحدد حدودك وتفهم أي شيء محتاج يفضل وأي شيء لازم تسيبه. وده كله هيزود قوتك الداخلية ويخليك قادر تمشي في حياتك بخطوات ثابتة وواثقة من نفسك. رسالة الصعيد العام بتقولك يا ميزان إن التريث والهدوء مش ضعف، ده ذكاء كبير، والتوازن اللي بتدور عليه هيتحقق لو حافظت على تركيزك وحكمتك. والمستقبل محتاج منك تبقى صبور وواثق في كل قرار، حتى لو كل حاجة حواليك بتحاول تضغط عليك. ثباتك الداخلي دلوقتي أهم حاجة. أما على الصعيد العملي، عمليا الميزان محتاج يرتب أولوياته ويحدد أهدافه بعناية. أي مشروع أو مهمة جديدة محتاجة تخطيط قبل التنفيذ، وده هيساعدك تتجنب أي مشاكل أو ضغط غير ضروري. وانت دلوقتي عندك القدرة انك تشوف الصورة الكبيرة وتتحرك بخطوات محسوبة ومدروسة بعناية. كمان لو في ناس حواليك يا ميزان بتحاول تضغط عليك وتدخلك في مشاكل صغيرة، خليك هادي وتعامل معاهم بذكاء، مش لازم كل نقاش يتحول لمواجهة. الطاقة بتاعتك دلوقتي ثمينة، ولازم توظفها في الحاجات اللي فعلا هتفيدك. أي هدوء في التعامل مع الآخرين هيرفع من احترامهم ليك ويخليك أكثر تأثيرا. كمان في فرصة جديدة ممكن تظهر لك، لكن محتاجة منك تقييم دقيق. أي خطوة متسرعة ممكن تضيع مجهودك يا ميزان. خليك واعي في كل تفصيلة صغيرة في أي شغل أو مشروع. التركيز دلوقتي أهم حاجة، وكل خطوة مدروسة هتخليك أقوى وتحقق نتائج أفضل من أي اندفاع لحظي. مهاراتك في التواصل دلوقتي في أوجها، سواء مع زملاء الشغل أو رؤسائك أو أي تعاملات خارجية. كل كلمة بتقولها لازم تكون مدروسة، لأنها هتفرق في نظرة الناس ليك وفي الفرص اللي هتجيلك. وانت قادر يا ميزان تحقق توازن بين اللي محتاج تقوله واللي محتاج تسمعه. رسالة الصعيد العملي بتقولك يا ميزان، النجاح مش بس في تعبك ومجهودك، لكن في ذكائك في اختيار الوقت والطريقة المناسبة للتحرك، واستمراريتك في التوازن. ده هيخليك توصل لأهدافك من غير تعب إضافي، وانت دلوقتي بدأت تفهم المعادلة دي صح. أما على الصعيد المالي، ماليا الميزان محتاج يكون واعي جدا بقيمة كل جنيه بيصرفه. أي مصروف عشوائي ممكن يزود الضغط عليك، وانت دلوقتي بدأت تفرق بين الحاجات المهمة اللي تستحق صرفك والحاجات التافهة اللي ممكن تتحمل الانتظار. وتنظم المصروفات دلوقتي هيخلي حياتك هادية ومستقرة أكتر. كمان في فرصة مالية ممكن تظهر لك يا ميزان، بس محتاجة صبر وتنظيم، وده مش تردد لكن تخطيط ذكي. أي خطوة محسوبة دلوقتي هتخلي المكاسب أكبر واستثماراتك أكثر أمان، وده الوقت المناسب علشان تفكر في فرص جانبية أو تحسن دخلك بشكل مستدام من غير مغامرات كبيرة. حاول توازن بين رفاهيتك وادخارك، أي تصريف مبالغ فيه هيخليك تحس بتوتر،
وده الوقت اللي فيه الانضباط المالي هيفرق معاك جدا. الاستقرار المالي دلوقتي بيبدأ من ترتيب أولوياتك يا ميزان، ومعرفة حدود نفسك والحد من الاستهلاك العشوائي. كمان لو عندك التزامات رتبها واحدة واحدة، مش لازم تشيل فوق طاقتك مرة واحدة. أي تراكم دلوقتي ممكن يسبب ضغط، لكن التنظيم والصبر هيساعدك تتجاوز أي صعوبة مالية بسهولة أكبر. وأنت يا ميزان دلوقتي فاهم قوة التخطيط والمتابعة اليومية. رسالة المال بتقولك كل قرار واعي بتاخده دلوقتي بيريحك بكرة. الخطوة الصغيرة المدروسة دلوقتي هتخلي حياتك مستقرة ماليا، وانت قادر توصل للنتيجة اللي نفسك فيها. الاستقرار المالي مش بعيد عنك لو حافظت على هدوءك وتركيزك. أما على الصعيد العاطفي، العاطفة دلوقتي محتاجة منك صبر وحكمة. الميزان الصبح واعي أكتر باللي يستاهل وقته واللي لأ. أي علاقة محتاجة توازن بين العطاء والأخذ، وده اللي هيوفر لك راحة نفسية ويبعدك عن أي استنزاف عاطفي. الفترة دي ممتازة علشان تراجع مشاعرك وتحدد مين المناسب ليك. لو مرتبط يا ميزان حاول تبعد عن أي شد وجذب أو صراعات صغيرة. الحوار الصريح والهدوء أهم من أي نقاش محتم. والمفتاح دلوقتي إنك تركز على الفهم والاحتواء أكتر من إثبات رأيك، وده هيخلي العلاقة أكتر توازن واستقرار. ولو عازب دلوقتي وقتك مع نفسك مهم جدا، وتعرف نفسك أكتر وتحدد أولوياتك اللي عايزها في شريكك المستقبلي. انت يا ميزان دلوقتي عايز علاقة قائمة على الاحترام والتفاهم، مش بس رومانسية سطحية. الفترة دي مناسبة للتأمل والتخطيط قبل أي خطوة. في حد بيحاول يقرب منك لكن متردد، وانت دلوقتي فاهم ان الصبر احيانا اذكى من اي اندفاع، وده بيخلي اي خطوة منه تكون محسوبة ومقدرة. وانت جاهز يا ميزان تسمع وتلاحظ قبل ما ترد، وكده بتتجنب اي خيبة امل محتملة. رسالة الحب بتقولك يا ميزان اللي هتستاهل هتديك طاقة وسعادة حقيقية مش توتر. وانت دلوقتي بدأت تتقرب حتى لو لسه ما دخلتش حياتك. الفترة دي للتجهيز النفسي قبل اي التزام حقيقي. أما على الصعيد الصحي، صحيا الميزان محتاج يتابع صحته عن قرب. أي ضغط نفسي بينعكس على جسمك، والمجهود الذهني المستمر محتاج توازن علشان ما يتعبكش. كمان النوم المنتظم حاجة مهمة جدا دلوقتي. أي تأخير أو قلة نوم هتأثر على تركيزك وحيويتك طول اليوم، والنظام هيوفر لك طاقة مستمرة. الأكل الصحي والمية هم أساس الطاقة، فاهتم بتوزيع وجباتك بطريقة صحية، لأن أي إهمال بسيط بيرجع عليك بتعب ومزاج متقلب. المشي أو أي نشاط حركي بسيط يوميا هيفرق كتير في مزاجك وتركيزك، وده هيساعدك تتعامل مع الضغوط اليومية بسهولة أكبر. رسالة الصحة بتقولك يا ميزان الاهتمام بنفسك دلوقتي هيسهل عليك أي حاجة تانية. أي خطوة صغيرة لتحسين نمط حياتك هيحسسك بتحسين شامل على كل الأصعدة. أما على الصعيد الدراسي، الميزان عنده طاقة كبيرة للتعليم، بس محتاج تنظيم علشان أفكاره ما تتشتتش. التخطيط والترتيب دلوقتي مفتاح لأي إنجاز. لو بتدرس أو بتتعلم مهارة جديدة، التطبيق العملي هيثبت لك المعلومات أكتر من الحفظ، ومهاراتك هتتقوى مع كل تجربة. كمان الاستمرارية أهم من السرعة. كل خطوة صغيرة وثابتة دلوقتي هتخليك قريب جدا من تحقيق أهدافك الأكاديمي أو المهني. الرسالة الدراسية بتقولك يا ميزان قدرتك على التركيز والتخطيط دلوقتي هتخليك توصل لأي هدف. خليك ملتزم ومركز وما تسيبش الطريق في نصه. النجاح هيوصلك للصبر والمجهود المدروس. ودي كانت توقعاتك يا ميزان. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.